مساكم الله بالخير حبايبي، شلونكم؟ عساكم بمليون خير، صيام مقبول وأجر ثابت إن شاء الله، وأكيد إفطار شهي. سوينا جمع بما أنه موسم الجمع، وهذا يكون مليان رمل مثل ما تعرفون، فغسلته تمام. حاولت أنه أتخلص من كل الرمل اللي بيه وأشيل الصرة اللي تكون بمجموعة من الرمل، كأنما سبحان الله صرة مال رمل. فبهذه الطريقة أنه أسلقه فورتين وأقلبه تمام، وأحط مثلا بعد وكمية المي مو هواية حتى أريده مي مركز، وأطبق عليه التمن. هاي الطريقة أقدر أخزن بيها الجمع يعني بالفريز هالشكل. الجمات اللي مثلا أريد أخزنها بهالطريقة أغلفها بنايلون غذائي وبعدين بكيس ثاني وأضمها بالفريز. وقت اللي أريد أطلعها حتكون عندي جاهزة للاستعمال. طبعا هنا حمست كمية بصل، شوية للشوربة وشوية للتمن وشوية للجمع وياه، يعزز من طعم الجمع، يصير طعم الجمع عوالك أكثر مبين وطعمه ألذ. هاي الجمع شوفوا من الداخل شلون مصمولة ويعني نقول مساماتها كلش ناعمة، وهاي سبحان الله طلع عندي هالشكل بيها مثل الفطر، وبيها فتشي مثل شلون الفروة. فأني هذا قطعته، زلت هذا الجزء وتخلصت من عنده، وبديت أقطع هذا القطع الكبيرة نخليها فوق التمن، وهذه القطع بشرايح هالشكل بهالطريقة، والقطع هاي الطويلة للشوربة، والقطع المكعبات أو ممكن مبروشة للتمن. فخليت هاي للفوق التمن وهذا للتمن المكعبات وهالشكل للشوربة، وراح أبلش أسوي وياكم. أول شي حمست هاي ومع رشة الملح، وأهم شغلة والبهار الوحيد اللي أنا أخليه هذا بس فلفل أسود للجمع، بس فلفل أسود. وهنا كنت ناقعة هنا كوبين تمن، قلبتهم شوية ويا البصل. طبعا من تقلبون التمن بالزيت يصير طعمه ونكهته أطيب. وخليت إليه مكعب ونص ماجي، أو يعني نقول مرقة دجاجة أنا أستخدم جامبو. وراها راح أضيف عليهم مي الجمل اللي أنا يعني شلون سويته، سلقت بيه الجمايات. والشوربة همين سويتها مكعب ونص من مرقة الدجاج. فهنا خليت 3 كوابة للكوب ونص، وهذا الباقي درته للشوربة. طبعا كان المفروض انه اقلي الطحين مالت الشوربة قبل ما احط المي، بس يلا هي الشكل رومت. صار عندي الجمع حاضر وهاي الشوربة ضفت لها المي، وهنا عندي خففت طحين بالمي ذوبته. يعني اذا تقلوه ويا الجمع والبصل الطحين يكون افضل وطعمه يكون أطيب، ولو هي مو قاصرة. وهاي النتيجة صارت عندنا تمن جمع. تمنيتكم ويانا إن شاء الله علينا وعلى عيونكم بألف عافية، وإن شاء الله رمضان مبارك، ويا رب يرزق الجميع بالصحة والعافية والبركات. أتمنى عجبتكم الوصفة، وما تبخلون علي باللايك، وشاركوا الوصفة ويا أهلكم وأصدقائكم. شكرا، مع السلامة.